ركزت؟ يلا نبدا الحصه. ازيكم يا شباب الصف الاول الاعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله هنبدا كده نتكلم في اولى حصص المنهج بتاعنا على حالات الماده. تعال نفتكر مع بعض كده سريعا يعني ايه ماده. بص بالفلاحي بالبلدي كده، الماده تمام اي حاجه تعرف تجمعها جوه حاجه قول عليها ماده. الميه بعرف اجمعها جوه ازايز يبقى الميه ماده. الرمل ممكن اجمعه جوه شكاير يبقى الرمل ماده. الكراريس ممكن اجمعها جوه شنطه يبقى الكراسه دي ماده. اي حاجه تعرف تجمعها جوه حاجه اقول عليها ماده. طب يا مستر اللي ما بعرفش اجمعه اقول عليه ايه؟ قال لك قول عليه طاقه. الصوت ما بعرفش اجمعه اقول عليه طاقه. الضوء ما بعرفش اجمعه اقول عليه طاقه. بس بقول لك ايه، العلوم ما بتحبش البلدي، احنا عايزين المفهوم العلمي. الماده يعني ايه؟ قال لك الماده تمام بالعلوم كده بالمفهوم العلمي بتاعها اي حاجه ليها كتله وحجم، كل ما له كتله وحجم. مثال على كده مثلا الكتاب. الكتاب لو جيت حطيته على الميزان هيطلع لي رقم، يبقى الكتاب ده ليه كتله. طيب واخد مكان من الاوضه ولا مش واخد مكان من الاوضه؟ واخد مكان من الاوضه. يبقى مستر الكتاب ليه حجم، يبقى ليه كتله وليه حجم، يبقى الكتاب ده ماده. طيب الهواء مستر واحد يجي يقول لي ملوش كتله، ده الهواء ده حاجه خفيفه كده ملوش كتله. اقول له لا ليه كتله، الهواء ليه كتله. تخيل معايا كده انبوبه البوتاجاز وهي فاضيه وهي مليانه بتبقى تقيله، كتلتها بتبقى عاليه. ليه؟ لان الغاز جوه كتير فليه كتله. يبقى الهواء ده ليه كتله ولا ملوش كتله؟ ليه كتله، وفي نفس الوقت الهواء واخد مكان الانبوبه او واخد حجم الانبوبه من جوه، يبقى اذا الغاز بتاعي ده ايه؟ ماده، لان ليه كتله وحجم. وزي ما قلت لك في الاول بتعرف تجمعه؟ بعرف اجمعه جوه الرئتين، بعرف اجمعه جوه بالونه. يبقى الهواء ده ايه؟ الهواء ده ماده. تمام. طيب السؤال يجي لي في الحته دي ازاي؟ يجي يقول لي في الامتحان عرف الماده. يعني ايه ماده؟ هتقول له تعريف الماده بتاع حضرتك، الماده كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ، او كل ما له كتله وايه؟ وحجم. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للماده. ممكن يجي لي السؤال برضك في الامتحان اكتب المصطلح العلمي، كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ ماده. طيب انواع الماده، قال لك ممكن نقسم الماده بتاعتنا على حسب الحاله بتاعتها. والله مواد صلبه، مواد سائله، مواد غازيه، ده اللي انت عارفه 3 حالات، بس طبعا في اكتر من كده، بس احنا اللي هنتكلم عنه الحالات اللي موجوده عندنا في المنهج هم تقريبا 4 حالات، صلبه وسائله وغازيه، وحاله جديده ان شاء الله تبدا تدرسها اسمها البلازما، لسه مالناش دعوه بيها دلوقتي. خلينا نبدا نتكلم عن ال3 حالات اللي موجودين عندنا، الحاله الصلبه والحاله السائله والحاله الغازيه. تعالى كده يا باشمهندس نبدا نقارن ما بين ال3 حالات دول في 3 نقط. اول نقطه عندنا الشكل وقابليه الانسياب. تعال نمسك كده ماده صلبه مثلا زي مكعب خشب. هات مكعب خشب كده وحطه عندك على المكتب، شيله بقى وحطه في قلب ايه؟ الدرج. هل شكله اتغير؟ لا لسه مكعب زي ما هو. طب شيله بقى وحطه في قلب جردل، لسه مكعب زي ما هو. يبقى المواد الصلبه الشكل بتاعها بيفضل ثابت ما بيتغيرش. اما المواد السائله زي الميه، انا معايا شويه ميه جوه الازاز، الله ده الميه واخده شكل الازاز، طب صبها في كوبايه، الله واخده شكل الكوبايه، طب يا عم هاتها في جرده، الله خدت شكل الجرده. يبقى الميه بتتغير على حسب شكل الاناء اللي محطوطه فيه. حطيتها في كوبايه خدت شكل الكوبايه، حطيتها في جردل خدت شكل الجردل. تمام. نفس الكلام الهواء دخل جوه الرئتين خد شكل الرئتين بتوعي، حطيته في بالونه خد شكل البالونه، وهكذا. طيب المواد اللي بيتغير شكلها على حسب الاناء اللي محطوطه فيه، اللي بيتغير شكلها على حسب الحاجه اللي انا حاططها فيها، بسميها ايه؟ قال لك بسميها مواد مائعه في نفسها، مش ثابته على حاجه. تمام. طيب ده كده بالنسبه للشكل. طب بالنسبه لقابليه الانسياب، يعني ايه الانسياب؟ الانسياب معناه اللي هو حريه الحركه، بيعرف يتحرك كده. هل المواد الصلبه بتعرف تنساب؟ معايا حته خشب او شويه مثلا ايه مثلا حاطط حته خشبه في قلب كوبايه، هل هعرف اكب مثلا الخشب؟ لا. على عكس الميه ممكن تتحرك، اصبها على الارض كده تتحرك عادي مفيش مشكله. يبقى المواد السائله عندها قابليه للانسياب، اما المواد الصلبه ما عندهاش قابليه للانسياب. بس تاخد بالك من ملحوظه مهمه جدا، ان المواد السائله بتختلف في الانسيابيه على حسب لزوجتها. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني انا لو معايا كوبايه فيها ميه وكوبايه ثانيه فيها عسل وبدات اصب الاثنين، تفتكر مين اللي هينزل بسرعه؟ المواد السائله اللي هي الميه بشكل عام هتنزل بسرعه، لكن العسل ده ماده سائله، بس العسل هينزل بالراحه لانه لزج، تمام، بيلزق في نفسه كده من الاخر. تمام. طيب اما بالنسبه للمواد الغازيه، نفس القصه، عندها قابليه للانسياب والانسيابيه بتاعتها برضو عاليه. طيب ده كده بالنسبه لاول مقارنه. يبقى احنا قارنا بين الثلاثه، تمام، من حيث الشكل وقابليه الانسياب. طيب تاني مقارنه قال لك هنقارن ما بينهم، تمام،
من حيث الحجم وقابليه الانضغاط. علشان تعرف تتخيل الموضوع، تخيل معايا ان انت قدامك 3 ازايز، واحده فيها هواء فاضيه خالص، والثانيه فيها ميه على عين ابوها مليانه، والثالثه فيها رمل. واخد بالك معايا؟ تمام. المهم انت لو مسكت الثلاثه وبدات تضغط عليهم، ضغطت على الازازه اللي فيها هواء، ايه اللي حصل لها؟ انضغطت يا مستر واتطبقت في ايديا. يبقى المواد الغازيه عندها القابليه للايه؟ للانضغاط، بعرف اضغطها. طيب اما الازازه اللي فيها ميه هاجي اضغط عليها؟ ما بتنضغطش، ما بتنضغطش يا مستر. يبقى يا مستر المواد السائله ما عندهاش قابليه للانضغاط. طب الازازه الثالثه اللي فيها رمل جيت اضغط عليها بنفس الكلام ما بتطبقش. يبقى المواد الصلبه ما عندهاش قابليه للانضغاط. يبقى مين بس اللي عنده قابليه للانضغاط؟ المواد الغازيه، الغازات هي اللي عندها قابليه للانضغاط. طب لما اضغطها ايه اللي هيحصل لحجمها؟ هيقل. مثال تاني عندنا في المنهج جايب لي 3 سرنجات زي ما انت شايف اهو. تمام. السرنجه الاولى فيها هواء، السرنجه الثانيه فيها ميه، السرنجه الثالثه فيها رمل ناعم. وهنبدا نضغط، بس خد بالك احنا قافلين من بره هنا بسداده. هنبدا نضغط بقى على المكبس من ورا. ايه اللي هيحصل؟ هلاقي في الحاله الغازيه المكبس بدا ينزل، انضغط، الهواء اللي تحت انضغط. وطبيعي لما ينضغط ايه اللي هيحصل للحجم؟ هتلاقي الحجم بتاعي قل. اما الميه والرمل مش هتعرف تضغطه، ما عندهمش قابليه للانضغاط. ده كده بالنسبه للمقارنه الثانيه. طيب بالنسبه للمقارنه الثالثه، قابليه الانتشار خلالهم. انا دلوقتي مثلا معايا والله شويه ايه؟ شويه هواء وشويه رمل وشويه ميه. الهواء ده هو والله هخليه ينتشر جوه الهواء، هطلع الهواء ده واسيبه يتحرك جوه هواء تاني، لا ده هيتحرك بسهوله، ده مفيش فيه اي مشكله. نفس الكلام لو جيت ارمي شويه رمل في الهواء عادي هيتحرك عادي. نفس الكلام لو جيت ارمي شويه ميه في الهواء هيترموا عادي. طيب لو جيت بقى انا اجيب مثلا شويه رمل وارميهم في الميه هيتحركوا بدرجه اقل شويه، مش زي ما كانوا في الهواء بيتحركوا بحريه. طيب لو جيت بقى اجيب مواد صلبه زي مثلا والله جبت شويه ازاز وارميهم واحاول احركهم جوه الرمل، هيبقى الموضوع ايه؟ صعب. علشان كده قابليه الانتشار في المواد الغازيه بتبقى كويسه، والمواد السائله بتبقى متوسطه. اما المواد الصلبه قابليه الانتشار فيها بتبقى صعبه، المواد فيها بتنتشر ببطء جدا 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 جدا. تمام. مثال على كده برضو تاني من المنهج اهو، لو انا معايا ماده صلبه زي برمنجانات البوتاسيوم وبدات اخليها تنتشر في قلب الميه، ايه اللي هيبدا يحصل لو انا حطيت برمنجانات البوتاسيوم؟ طبعا برمنجانات البوتاسيوم ده عباره عن مركب يا اولاد، انتوا طبعا درستوا المركبات في ايه؟ في اولى اعدادي. ده مركب تمام صلب لونه بنفسجي، لو جيت حطيته في قلب الميه كده هيبدا ينتشر. هينتشر منين؟ دايما الحاجه بتنتشر او بتروح من المنطقه العاليه للمنطقه القليله، عامله زي الزحليقه كده بالظبط، من المنطقه العاليه للمنطقه القليله، من المنطقه العاليه في الكميه للمنطقه القليله في الكميه. المنطقه اللي تحت ده اهي فيها كميه كبيره فتبدا تنتشر لكل الجوانب الثانيه اللي فيها كميات ايه؟ اللي فيها كميات قليله. فدي ملاحظه تاخدها في الانتشار. تمام. ان المواد دايما بتتحرك تمام من المنطقه عاليه التركيز اللي فيها كميه كبيره لمنطقه منخفضه التركيز اللي فيها كميه ايه؟ اللي فيها كميه قليله. يبقى ده كده بالنسبه للانتشار. في بس ملاحظه بسيطه في الانتشار. تمام. لو انا عندي مواد غازيه زي الاكسجين وزي النيتروجين، غاز الاكسجين وغاز النيتروجين، وخليت الاثنين يتحركوا، هل الاثنين هيتحركوا بنفس السرعه؟ قال لك لا، في واحد سريع وواحد بطيء. طيب مين اللي هيبقى فيهم سريع ومين اللي هيبقى فيهم بطيء؟ قال لك اللي هيبقى فيهم سريع والله يا مستر غاز النيتروجين. ليه؟ قال لك لانه خفيف. لانه خفيف. تخيل كده لو جبنا اتنين مثلا تمام، واحد خفيف شويه رشيق بيلعب رياضه والتاني لا ما بيلعبش رياضه، مين اللي هيتحرك؟ الخفيف يا مستر، هيتحرك بسرعه ويجري بسرعه. تمام. يبقى يا مستر غاز النيتروجين هو اللي هيبقى اسرع. ليه اسرع؟ لان الكتله بتاعته اقل. طيب لو انا دلوقتي يا مستر عندي غاز اكسجين بارد وغاز اكسجين سخن، مين اللي هيتحرك اسرع؟ الغاز السخن، غاز الاكسجين سهل. يبقى يا مستر العوامل المؤثره على انتشار الغاز، الحاجات اللي بتخلي الغاز بتاعي سريع او بطيء حاجتين: كتلته وحراره. الحراره، درجه الحراره بتاعتي، كل ما ازود الحراره اللي يحصل الغاز ينتشر اسرع واسرع واسرع واسرع. تمام. والكتله، كل ما اقلل الكتله كل ما الغاز ينتشر اسرع. في مشكله في الكلام ده؟ طيب الجدول اللي معايا تحت ده كده يعتبر بيلخص الدنيا. تعال نبدا نحله كده. اول حاجه بالنسبه للمواد الصلبه، هل الشكل بتاعها بيتغير؟ اتفقنا لا. اما المواد السائله شكلها بيتغير على حسب الاناء، والمواد الغازيه شكلها بيتغير. قابله للانسياب، قلنا المواد الصلبه لا. اما المواد السائله بتنساب والمواد الغازيه بتنساب. قابليه انضغاط، قال لك المواد الصلبه ما بتنضغطش، اما المواد السائله نفس القصه ما بتنضغطش، اما المواد الغازيه
بتنضغط. في تغير الحجم المواد الصلبه والمواد السائله حجمها ما بيتغيرش، احنا ما بنعرفش نضغطهم وبالتالي الحجم بتاعهم مش هيتغير. اما المواد الغازيه الحجم بتاعها بيتغير عادي. طب قابليه الانتشار، قلنا قابليه الانتشار في المواد الصلبه بتبقى موجوده بس بطيئه جدا 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 جدا. اما المواد السائله عادي ممكن ننتشر فيها. طيب لو جينا نشوف كده بقى هم متشابهين في ايه ومختلفين في ايه. المواد السائله والمواد الغازيه شبه بعض في حته ايه؟ ان حجمهم بيتغير على حسب الاناء. نفس الكلام برضو شبه بعض في قابليه الايه؟ الانسياب. تمام؟ لكن غير كده يعتبر مختلفين. اما المواد الصلبه والمواد السائله شبه بعض تمام في قابليه الانضغاط، الاثنين ما بينضغطوش، وفي نفس الوقت تغير الحجم، الاثنين حجمهم ما بيتغيرش. تمام؟ طب لو جينا مثلا نشوف المواد الصلبه والمواد السائله مختلفين في بعض عن ايه؟ قال لك يا مستر والله المواد السائله تمام شكلها بيتغير، لكن المواد الصلبه شكلها ما بيتغيرش، وبرضه بيختلفوا في بعض عن بعض في قابليه الايه؟ في قابليه الانسياب. طيب ده يعتبر ملخص اللي احنا قلناه. تعال نقراه سريعا كده مع بعض. اول حاجه يختلف سلوك الماده على حسب الحاله الفيزيائيه. الماده الصلبه زي الخشب والحديد الشكل بتاعها بيبقى ثابت وفي نفس الوقت حجمها ما بيتغيرش. اما السوائل زي الميه والزيت ممكن تتكب عادي، يمكن سكبها وبرضك بتاخد شكل الاناء، بس الحجم بتاعها بيظل ايه؟ الحجم بتاع المواد السائله بيفضل ثابت. تمام؟ المواد الغازيه بتتشابه مع المواد السائله في قابليه الانسياب والشكل بتاعها زي ما قلنا فوق. علشان كده نقدر نصنف السوائل والغازات تمام في مجموعه واحده اللي هي الايه؟ الموائع. الكلام ده برضو وضحناه فوق. طيب قابليه الانغاز للانضغاط، قلنا يا مستر بينضغط عادي تمام وممكن حجمه ايه؟ يتغير بالضغط عليه. طيب الملاحظه اللي بعد كده تنتشر دقائق الماده من منطقه ذات التركيز المرتفع من المنطقه قلنا العاليه الى المنطقه الايه؟ المنخفضه زي الزحليقه. وقلنا يا مستر الانتشار بيبقى سريع جدا في المواد الغازيه ومتوسط في المواد السائله وبيبقى بطيء جدا في المواد الايه؟ الصلبه. وقلنا انتشار المواد الغازيه بيتوقف على حاجتين، الكتله الجزيئيه بتاعتي والايه؟ ودرجه الايه؟ ودرجه الحراره. وشكرا اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الحصه الجديده، والسلام عليكم.